حبايبي وحشتوني. اليومين دول عمالين نسمع اسامي غريبة كده للجلاش، فكله عمال يخترع. قلت اشمعنى انا يعني، ما انا كمان احط التاتش بتاعي. عملت النهاردة بقى ايه جلاش بس بطريقة جميلة جدا جدا. هو بالطريقة المعتادة اللي احنا عارفينها خالص، بس هنفرق بقى في التاتش اللي انا هحطه ده هيخليه حاجة تانية. بدل ما هنعمل جلاش بالشربات العادي، لا ده انا هحط عليه بقى صوص كراميل تحفة حلو قوي قوي. تعالي بسرعة اقولك عليه عشان ده هتدمنيه. اول حاجة هبتدي اجهز المهلبية او الكاستر. حطيت كوباية من الحليب وعليها كوباية من المية، ممكن تستعملي الاتنين حليب عادي. انا حاطة كوباية وكوباية وعليهم معلقتين كبار من النشا، واقلبهم من غير اي سكر خالص. انا كنت حابة اديهم لون الكاستر، عشان ما كانش عندي كاستر حطيت عليهم ذرة كده صغيرة من بودرة الزعفران. لو انت عندك الوان طعام تقدري تحطي عليه. رفعته على النار وقلبته كويس لغاية لما استوى معايا وبقى بالقوام الحلو ده. هغطيه واسيبه يبرد شوية على بال ما احضر الجلاش. انا هنا جايبة دي لفة جلاش نص كيلو، ومعايا طبعا السمنة على زبدة كده مسيحاهم مع بعض. بدهن الصينية بخليط السمنة كده كويس. وبعد كده هبتدي ان انا اخد كل ورقتين احطهم. انا هعمل القاعدة بتاعة الصينية دلوقتي 4 ورقات. كل ورقتين هدهن ما بينهم بس سمنة، يعني دي ورقتين مش ورقة واحدة. لو انت حابة تزودي تقدري تزودي. انا هنا دلوقتي عاملاه اللي هو المكشكشة. وتقدري تعمليه صوابع او تعمليه اللي هو تحطي طبقات من تحت وطبقات من فوق عادي جدا، زي ما انا هوريكي برضو انا عاملاه. هو السر مش في اللفة ولا في الطريقة بتاعته، هو السر في حلاوته بقى في الصوص اللي هنحطه في الاخر. دلوقتي بصوا قوام المهلبية بعد ما حطيت ال4 طبقات من الجلاش ما بينهم سمنة. القوام بتاعها سايل شوية، هتدخل الفرن وبعد ما تستوي وتبرد كده هتلاقي قوامها متماسك ومش سايلة خالص، ويبقى قوامها جميل. تقدري تكتفي بالحشوة دي بس، او تحطي كمان مكسرات. انا كان عندي شوية سوداني كده على زبيب على جوز هند، قلت وماله ندلعهم نحط لهم شوية كده اهوت. حطيت عليها شوية كمان من المكسرات. تقدري تعمليها بمكسرات بس او بالكسر. على فكرة احنا محطناش سكر خالص في الكسر ولا معلقة، هو النشا واللون والحليب بس. هنا بعد ما قفلت الجناب هحط كده ورقتين برضه عشان اقفلها من الجناب عشان خاطر ما تطلعش بره، علشان خاطر هعملها بقى المكشكش ندلعهم بقى ونبقى عاملين ايه شغل بره كده. هجيب بقى اللي هي ورقة الجلاش عشان خاطر اعملها مكشكشة، مش هدهنها اي حاجة. هغطي بس التانيين عشان ما ينشفوش، وهعملها كده زي ما انتوا شايفين. زي الهواية بتاعت زمان دي اللي كنا بنعملها. تحطيها بقى بالطول او بالعرض على حسب الصينية اللي عندك. ممكن تكشكشيها زي ما انا بعملها كده، بسحبها بايديا وبلفها كده، او ان انتي تعمليها بقى يمين وشمال. شوفي انتي بتعرفي تعمليها ازاي. بصوا هو الجلاش عموما يعني عشان ما تتعبيش نفسك وتقولي هي مش هتتعمل غير بطريقه المكشكشه دي، عشان لو انتي مش بتعرفي تعمليها كده اهو. هي باي طريقه انا عملتها المكشكشه اللي هي الطريقه اللي انتوا شايفينها دي مجرد شكل يعني. وعملتها اللي هي متقطعه مربعات، نص الجلاش تحت والطبقة الحشو والنص التاني من فوق. وعملت برضو صوابع بالمكسرات بس، وحطيت عليها صوص. هو الفرق في الصوص، طعمها كان رهيب صراحة تحفة. عموما احنا ايه بقى كشكشنا كده وجهزنا وظبطنا الكشكشة بتاعتنا وخلصنا كده. هجيب بقى السمنة وادهنها كويس، ادهنها دهنة كويسة كده يعني ما تبخليش في السمنة. كتري شوية عشان يبقى مقرمش كده معاكي، وكمان يستوي يبقى حلو. بعد ما ادهنها هدخلها الفرن تستوي معايا، تاخد اللون بتاعها كويس من تحت ومن فوق. وعلى بال ما دي تجهز معايا هحضر بقى صوص الكراميل الحلو بتاعنا. هنا ايه هعمل ايه، هجيب كوباية من السكر اللي انت هتحطيها في الشربات، لا حطيها هنا كرمليها. ومعايا كوباية من الحليب هحط عليها معلقتين كده كبار من النشا، واخليها دي على جنب. دلوقتي هنا الكراميل انا ما بحطش المعلقة فيه غير لما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده على نار كده متوسطة واحدة واحدة، يبتدي يتكرمل معايا. ببتدي ان انا اقلب فيه، اديله لون حلو. وخدي بالك ان هو ما يغمقش معاكي الكراميل او يتلسع عشان طعمه ما يمررش يبقى مش حلو معاكي. تمام بعد ما داب كده معايا وبقى كويس ولونه حلو وخلاص بقى مش محتاجة ان انا ازود عليه، بجيب مكعب من الزبدة واحطه على الكراميل يسيح معايا. لو ما عندكيش زبدة تقدري تحطي برضو معلقة من السمنة،
بتديله طعم حلو قوي. وهقلبها لغايه لما تدوب. المفروض ان انا احط الاول كوبايه ميه، وبعد كده بعد ما يفك احط كوبايه الحليب بالنشا علشان ما يقفش معايا ويتقل مره واحده. انا هنا كنت حطيت الحليب بالنشا الاول، فعبال ما جه يفك التكتل بتاع السكر الكراميل ده معايا كان قفش معايا، وبعد كده حطيت له الميه. فلما تعمليه بعد ما تحطي الزبدة او السمنة تحطي كوباية من المية العادية عليه تفك التكتلات اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما هو ما بيقفش كده السكر تروحي نازلة عليها بالكوباية اللي فيها الحليب مع النشا، علشان لما يتقل يبقى قوامه معاكي مظبوط. قلبه كده لغاية لما قوامه بقى تمام وداب كله معايا. رحت شايلاه من على النار وحطيت عليه فانيليا. الفانيليا بتديله طعم حلو وريحة حلوة كمان. الجلاش بصوا بقى جميل واخد اللون الذهبي الحلو قوي ده، حلو قوي من تحت ومن فوق كده جميل. هبتدي بقى دلوقتي احط عليه صوص الكراميل. بدل ما عملنا الشربات العادي ده التقليدي حطينا بقى صوص الكراميل ده، نقله نقلة تانية، عارفة خلاه بقى حاجة تانية كده. طعمه بقى خرافة فعلا. هنا بقى في تركية اقولك عليها بقى. لو انت عاوزاه يطلع معاكي طري كده وجوسي خالص خلي صوص الكراميل يكون خفيف. لو انت عاوزاه يبقى فيه برضو شوية قرمشة كده تقلي صوص الكراميل. انا عملت الاتنين بقى. في المكشكشة الحلوة الجميلة دي حطيت عليها صوص الكراميل كان خفيف شوية عشان تطلع معايا طرية شوية، ورشيت كده على الوش بقى ايه شوية من المكسرات اللي حطيناها في الحشو عشان تدي شكل يعني كده حلو وجميل. هسيبها بقى تبرد شوية على بال ما اجهز بقية الجلاش. انا حابة اوريكي برضو هنا ان انا عملتها بالشكل ده، وعملت كمان الصوابع دي كانت محشية مكسرات بس، برضو حطيت عليها صوص الكراميل. بس الفرق ان انا عملت الصوص هنا تقيل شوية فبقت غرقانة كده في صوص الكراميل وجميلة، وفي نفس الوقت فيها القرمشة الحلوة بتاعة الجلاش دي. لو انتي حباها تبقى مقرمشة كده وجميلة تقلي صوص الكراميل، وصدقني بيفرق فيه. وعلى فكرة اللي هتقولك ايه ده صوص كراميل يعني السكر والمش عارفة ايه، لا لا سكره كان مظبوط. انتي لو هتعمليه مع بالشربات العادي هتحطي كوباية وكوبايتين سكر عشان تعملي شربات عادي. الشربات العادي بيجزع النفس على فكرة وبيعمل حاجات في المعدة ويخليكي تبقي مش قادرة تكملي اكتر من حتة. لكن صوص الكراميل ده كان معايا مظبوط جدا جدا جدا. بصوا شكلها تحفة، طعمها جميل ومختلفة وحلوة قوي. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا عملتوها، وتقولوا لي بقى تسلم ايديكي على الاختراع الجامد الحلو دوت. كان نفسي من زمان اقعد اقول حصري في قناتي وبس، حصري في قناتي وبس. اشوفكم دايما بخير. سلام.